هنحل تيست في التيست 2 في كتاب المراجعة. هنفتح صفحة 13. سؤال رقم 1. They reached a compromise after hours of negotiations. يعني هم وصلوا compromise، يعني حل وسط أو تسوية بعد ساعات من المفاوضات. The synonym of the underline word compromise. يعني معنى كلمة compromise، قلنا compromise يعني حل وسط أو تسوية. طيب settlement يعني تسوية، واجريمنت يعني اتفاق، فالاتنين ينفعوا يبقوا سينونيم لكمبرومايز. سؤال رقم 2. A message sent randomly is not targeted. يعني الرسالة sent randomly يعني اتبعتت بطريقة عشوائية. is not targeted يعني هي مش مستهدفة، يعني مش مبعوثة لحد بعينه. The word targeted here is an antonym of targeted. مستهدفة هي عكس كلمة ايه، يعني العكس بتاعها ايه. unfocused يعني يعني مركزة على. unfocused يعني غير مركزة على. general يعني عامة، يعني مش مبعوثة لحد بعينه. هندخل على الأسئلة اللي نختار منها إجابة واحدة. The heat sensor يعني مستشعر الحرارة. in the car activated the cooling fan. يعني مستشعر الحرارة في العربية activated يعني فعل أو شغل مروحة التبريد اللي هي الكولينج فان. سؤال رقم 2. none of us يعني ولا واحد مننا is riding a bike. you can't ride a bike in this field. طيب أنا بقولك أنت مش هتقدر تسوق ال أو يعني تركب العجلة دي في هذا الحقل. طيب أنا بكلمك دلوقتي، أنا بقولك أنت مش هتقدر تعمل ده دلوقتي، يبقى ده مضارع مستمر. طب ليه قلنا is riding مش are riding؟ عشان انا بقول none of us يعني ولا واحد مننا، فده مفرد فبياخد الفعل المفرد اللي هو is. ماشي، يبقى انا طالما بمنعك من الحاجة دلوقتي يعني بقولك مش هينفع تعمل كذا. احنا مثلا بنعمل حاجة فانت مش هينفع تعمل كذا. فطالما انا بكلمك دلوقتي انا بقولك ما ينفعش تعمل ده، بمنعك من حاجة دلوقتي، يبقى ده مضارع مستمر. سؤال رقم 3. The doctor said it was a miracle. miracle يعني معجزة. that the patient survived. يعني الدكتور قال ان دي كانت معجزة ان المريض ده نجا، او يعني بقى لسه على قيد الحياة. survived يعني نجا. سؤال رقم 4. the scientist يعني العالم proved his idea أثبت فكرته with an experiment. experiment يعني تجربة معملية، يبقى هو أثبت فكرته، العالم ده أثبت فكرته بتجربة. طيب experience يعني تجربة، بس experience دي تجربة حياتية، يعني انت نزلت اشتغلت مثلا فانت خدت experience، انت خدت سوري experience مش تجربة حياتية، هي خبرة. experience خبرة حياتية، يعني انت بتاخد خبرة، انما experiment يعني تجربة معملية. يبقى proved يعني اثبت. سؤال رقم 5. what annoys me is his repeated complaints يعني شكاوي. يعني اللي بيزعجني what annoys me اللي بيزعجني is his repeated complaints يعني شكاوي المتكررة. this means ده بيعني ايه؟ he is never complaining يعني هو ابدا ما بيشتكيش، لا طبعا احنا بنقول repeated complaints يعني شكاوي المتكررة. he is constantly complaining ايوه هو دايما بيشتكي. he is always complaining ايوه، يبقى B و C. 6. my father welcomed my friends. يعني بابا رحب بصحابي اللي انا عزمتهم. طيب who بتيجي مع الفعل، friends سوري بتيجي مع العائل. friends ده اصدقائي عائل. طيب who بتيجي مع العائل سواء كان فاعل او مفعول. وهم بتيجي مع المفعول به. وذات بتيجي مع العائل وبتيجي مع غير العائل، فيبقى A و B و C ينفعوا. سؤال رقم 7. the dog barked يعني نبح او اللي هو يعني نبح عليهم loudly بصوت عالي to scare away burglars اللي هم اللصوص، علشان يخوف اللصوص. what does scare away burglars mean in this context؟ يعني ماذا تعني ان هو يخوف اللصوص في الكونتكست ده. welcome thieves into the house ان هو بيرحب بالثيف اللي هو اللصوص في البيت، ولا frighten thieves so they leave.
أو so they leave sorry. أيوة هو بيخوفهم frighten يعني يخوف اللصوص عشان هم يمشوا. سؤال رقم 8. She has got to wear the school uniform. يبقى has هتبقى hasn't she. Villages القرى hope to بتأمل ان هي enhance tourism يعني تعزز السياحة by improving local attraction بان هي تتطور من المعالم السياحية المحلية local attractions معالم سياحية محلية. Bill is much يعني Bill ده هو much more intelligent than Tom. طيب than يبقى احنا هنا عندنا comparative يعني احنا عندنا هنا مقارنة. طيب لو صفة قصيرة بنحط er و than. طيب احنا عندنا هنا صفة طويلة اللي هي intelligent يبقى هنحط more والصفة و than. طيب يبقى more intelligent than و much دي بتقوي يعني بتقوي من الصفة يعني بتخليه ذكي اكتر. ماشي يعني دي بتدي تقوية للصفة فيبقى much more intelligent than Tom. سؤال رقم 11. طيب which phrase is suitable for beginning an opinion essay. opinion essay اللي هو مقال الرأي. ايه الجملة بيقولك ايه العبارة المناسبة او الملائمة ان انت في بداية for beginning ان انت تبدأ مقال الرأي ده. اكيد مش هقول in conclusion او to sum up او that's why I strongly believe لان اقول nowadays many people talk about واحكي بقى هم بيتكلموا عن ايه لان ده مقال رأي فانا هقول الايام دي الناس بتتكلم عن كذا وكذا وكذا وانا رأيي كذا ورأي الناس كذا. ماشي فاحنا دي اكتر حاجة suitable لان احنا نبتدي مقال الرأي. which phrase would you write in the opening into opening line to politely begin your email. which phrase would you write. أنهي عبارة انت هتكتبها in the opening line في جملة الافتتاح to politely begin your email علشان تبدأ الايميل بتاعك بطريقة مؤدبة بطريقة كويسة يعني politely. يبقى انت هتبدأ الايميل بتاعك ازاي. هتقول I hope this email finds you well. ماشي. طيب دلوقتي هنحل القطعة. انا هقرأها مرة بالعربي هقرأها مرة بالانجلش الاول بعد كده هقرأها مرة بالعربي. وزي ما اتفقنا انتوا في الامتحان لازم تقرأوا القطعة مرة ولازم تقرأوها بعد كده مرة تانية. ما ينفعش القطعة تتقري مرة واحدة بس لان القطعة بيبقى فيها حاجات كتيرة بتتفهم بعد المرة التانية من القراية وساعات من بعد المرة التالتة بس علشان الوقت فيعني مرتين كويس. و الحاجة اللي مش هتفهموها من اول مرة ممكن تفهموها من تاني مرة. ولو في حاجة سقطت مننا خالص مش عارفين نجيبها في سياق الكلام فان شاء الله مع الاسئلة بتبقى اخف من القطع بكتير فمش هتأثر معانا. بس المهم ان احنا نحاول نفهم الكلمة مع سياق الجملة الكلمة الصعبة ونحاول نفهم القطعة كلها على بعض بتتكلم على ايه علشان نعرف نحل اسئلة القطعة. طيب plants have been used for treating illnesses since primitive times. primitive times اللي هي العصور بتاعت زمان اللي هي العصور البدائية اسمها primitive time اللي هي العصور البدائية. paintings in the tombs of the pharaohs show that plants were being used by ancient Egyptians for medicinal purposes. Today, some modern drugs are still based on natural herbs. Aspirin, for example, is based on the bark of the willow trees. Natural remedies are attracting increasing attention all over the world. The advantage of herbal medicine is that the whole of the plant can be used. The powerful substance in the plant cures the illness while the content of the rest of the plant may help to prevent any harmful side effects. In this way, herbal medicines may be safer than chemical ones. Garlic is just one herb that has been used throughout the world as a cure for diseases
as it's used to treat the hair problems. Similarly, henna, which is known to be good for the hair, can also be اللي هي الحنة يعني can also be used in the treatment of cancer. If you pay a visit to the herbalist shop in Cairo, you will find yourself encircled with different colors and smells. There are jars full of tree barks, roots, powders, oils, and spices. The customer enters the shop and explains his symptoms to the herbalist, who will who will take notes, study medical reports, and check his reference books before writing out a prescription. طيب، القطعة بتقول إن بتستخدم النباتات لعلاج الأمراض منذ العصور البدائية. بتظهر اللوحات في مقابر الفراعنة، يبقى المقبرة اللي هي توم of the pharaohs. في مقابر الفراعنة، إن نباتات كان يستخدمها المصريون القدماء لأغراض طبية اللي هي medicinal purposes، أغراض طبية. فمثلا الأسبرين يعتمد على لحاء شجرة الصفصاف، ماشي، ويلو تري اللي هي شجرة الصفصاف. تجذب العلاجات الطبية اهتماما متزايدا في جميع أنحاء العالم، وتتمثل ميزة الطب العشبي في إمكانية استخدام النبات بالكامل، حيث تعالج المادة القوية الموجودة في النبات المرض، بينما قد تساعد محتويات باقي النبات في منع أي آثار جانبية ضارة. ماشي. وبهذه الطريقة قد تكون الأدوية العشبية أكثر أمانا من الأدوية الطبية. ماشي. هو بيقول chemical ones، يبقى اللي هي الأدوية اللي هي الكيميائية مش الطبية، سوري، اللي هي chemical ones. الجارليك اللي هو الثوم. It's just one herb that has been used throughout the world. ماشي، هو مجرد عشب واحد تم استخدامه في جميع أنحاء العالم كعلاج للأمراض، كما يستخدم لعلاج مشاكل الشعر treat hair problems. Similarly، وبالمثل الحنة المعروفة بفوائدها للشعر، يمكن استخدامها في علاج ايه؟ في علاج الكانسر اللي هو السرطان. If you pay a visit to a herbalist، يعني إذا قمت بزيارة محل عطارة في القاهرة، ستجد نفسك محاطا بألوان وروائح مختلفة. هناك برطمانات مليئة بلحاء الأشجار والجذور، وهي الباودرز اللي هي مساحيق اللي هي اسمها كده مساحيق اللي هي الباودرز، والزيوت والتوابل. يدخل الزبون المحل ويشرح الأعراض بتاعته، السيمتومز بتاعته للعطار الذي يدون الملاحظات، وبعد كده بيدرس التقارير الطبية ويتحقق من كتبه المرجعية قبل ما يكتب الوصفة أو الروشتة اللي هي البريسكريبشن، يعني وصفة أو روشتة. طيب، natural remedies are attracting attention. ماشي. يعني العلاج اللي هو العلاجات الطبيعية دي اللي هي natural are attracting attention، يعني بتجذب الاهتمام because they can treat a lot of diseases، هي ممكن تعالج أمراض كتيرة. يبقى العلاجات الطبيعية دي بتعالج أمراض كتيرة. garlic is an example of اللي هو الثوم، ده مثال على الايه؟ natural remedies، علاجات طبيعية. ماشي. artificial صناعي. modern drugs لأ. chemical medicines لأ، الثوم أكيد مش chemical، مش حاجة كيميائية. not is a physical condition that shows you may have a particular disease، هو حاجة حالة بدنية. physical condition يعني حالة بدنية،
يبقى السيمبتوم ده اللي هو العرض، يعني الأعراض اللي بتظهر عليك اللي هي symptoms. يبقى العرض ده هو حالة بدنية بتظهر لما انت يكون عندك مرض محدد أو مرض معين. A herbalist write out a prescription، بيكتب الروشتة أو بيكتب الوصفة. checking his reference books، بعد ما يتحقق من كتب المرجعية أكيد after checking his reference books. The underlined pronoun his in the last paragraph refers to the. احنا قلنا his reference، يبقى احنا قلنا ان study مين ده بقى؟ الهربالست بيروح بيراجع الكتب بتاعته، الكتب المرجعية قبل ما يكتب روشتة. يبقى check his الحاجة اللي بتعود عليه، بيراجع الكتب المرجعية بتاعته هو، يبقى his دي اللي هو مين؟ الهربالست. طيب herbal medicine is safer than chemical medicine. يبقى اللي هي الدواء، الأعشاب اللي هي العلاج اللي هي اللي بيبقى بالأعشاب ده is safer than chemical medicine. أأمن من العلاج اللي في الكيماوي أو اللي فيه كيماويات. Aspirin is based on the bark of the willow tree. bark قلنا اللي هو البارك ده اللي هو لحاء الشجرة أو اللي هو يعني الطبقة اللي من بره في الشجرة. ماشي. يبقى aspirin is based on the bark of the willow tree، شجرة الصفصاف. هندخل في الترجمة. طيب Egyptian scientists have achieved great successes all over the world. يبقى have achieved، يبقى الجملة هتبتدي بلقد حقق. يبقى لقد حقق، يبقى أول اتنين هيبقوا غلط لأن هي مبدوءة بحقق. وحاجة كمان، حقق العلماء المصريون نجاحا، لا هي successes نجاحات، يبقى مش نجاحا، يبقى نجاحات. طيب تاني واحدة، حقق العلماء المصريون نجاحات عظيمة في كل أجزاء العالم، لا all over the world يعني في كل أنحاء العالم مش أجزاء العالم. ماشي. سي لقد حقق العلماء المصريون نجاحا عظيما في بعض، لا مش في بعض. طيب دي لقد حقق العلماء المصريون نجاحا عظيما في كل أنحاء العالم. طيب يساعدنا السفر في التعرف على لغات وعادات المجتمعات. ماشي. traveling helps us recognize، لا هتبقى غلط. traveling helps us to recognize يعني السفر بيساعدنا لكي نتعرف the languages، يساعدنا السفر في التعرف على languages and custom of the societies، وعادات custom of societies. طيب اللي بعدها traveling helps us in recognition of the languages and customs of the societies. طيب هو السؤال ده فيه غلطة والمستر هيبقى يحله معاكم. ماشي. هنحل أول سؤال في الريرايت. هبة did the shopping then she went home. هبة عملت الشوبينج بتاعها بعد كده هي راحت المنزل. بيقولك حط on بيجي وراها الفيرب بلس ing. ماشي. يعني on ما بيجيش وراها فعل، هو بيجي وراها on والفعل بلس ing على طول. طيب هبة did يعني عملت الشوبينج، المصدر من did هيبقى ايه؟ do. طيب do هنحط لها ing، يبقى on بلس الفيرب بلس ing. طيب الفيرب اللي هو do يعني يعمل او يفعل بلس ing، يبقى on doing the shopping. اكتبوا ده ورايا، on doing the shopping هبة went home. طيب ليه ما قلتش she went home؟ لان انا كنت لغيت هبة اللي في اول الجملة فانا معرفش دي مين، فانا هقول on doing the shopping هبة went home. ماشي.
طيب مستر نادر is a careful driver. مستر نادر سواق، سواق حذر. ماشي. طيب careful driver. careful هنا صفة، هو عايز نحط carefully اللي هي adverb اللي هي بتوصف الفعل. طيب انا عايزة احط دي، عايزة اوصف بقى فعل، يبقى هقول مستر نادر بيسوق بحذر. يبقى مستر نادر drives. drives علشان هو مفرد فاحنا هنحط للفعل اس. carefully يعني مستر نادر بيسوق بحذر. يبقى ليه؟ علشان الادجكتيف بيوصف فعل فاحنا كنا لازم نحط فعل، يبقى هنقول مستر نادر بيسوق بحذر اللي هو مستر نادر drives carefully.